الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نديرو واحد القراءة تحليلية شنو يمكن يوقع غدا إن شاء الله في مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية اللي تتضمن طبيعة الحال السياق. نهضروا على العوامل المؤثرة والسيناريوهات المحتملة. خلفية الاجتماع هو نهاية ولاية المينورسو البعثة الأممية للاستفتاء في الصحراء اللي غدا 31 أكتوبر 2025. طبيعة الحال الأطراف الأساسية والمباشرة كاين المملكة المغربية بالإضافة إلى ميليشيات جبهات البوليزاريو المدعومة من الجزائر تطالب بالاستقلال ديالها. المغرب تعتبر الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من الأراضي ديالو. بطبيعة الحال كانوا تطورات بارزة، خصوصا التطورات تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بشكل كبير خطة الحكم الذاتي اللي قدمها المغرب كحل واقعي للنزاع. كاين توترات إقليمية ودولية على المسألة لأن بغاو الناس يساليوها، لأن كما تتسمى معضلة طولات أكثر من القياس، وهذا دافع أساسي لتسويات شاملة. بالنسبة للعوامل المؤثرة كاين الموقف الدولي. يعني معظم الدول الكبرى تدعم خطة الحكم الذاتي، وهذا تيعزز الموقف المغرب وتيقلل من قدرات أي طرف آخر على فرض تغيير جوهري ما يقدوش يديروه بحكم يعني هذا الدعم اللي كاين المغرب. بالنسبه للجزائر الدور ديالها هي داعمه جبهه البوليزاريو، الموقف ديالها وحجم الاعتراض ديالها يكون عامل رئيسي في صياغه القرار والتوصيات، ولكن ما بقاش بداك الزخم اللي كان عنده لانها حاليا تتعيش عزله دوليه، وكاين تراجع من الناس اللي كانوا تدعموها بصفه عامه. ثم كاين واحد النموذج ديال المهمه وتاجيل البث، بحالاش انه كاين ممكن انهم ياجلوا ولا يعطيو مهلة تجديد قصيرة لمهمة المينورسو تتحدد في 60 يوم، يعني من دابا تقريبا حتى جونفي 2026. أيضا كاين الوضع الميداني، من حين آخر تيكونوا بعض الاشتباكات عسكرية تيقدروا يغيروا الوضع والتفرض بحكم القوة. ولكن كاين الأكثر هو الضغوطات الإقليمية والاقتصادية. استثمارات المغرب في المنطقة واستغلالها دبلوماسيا الملف تيضيف بعد اقتصادي للقرار. فهمتوا شنو كنقصدوا هنا تنقولوا ان الاستثمارات وفتح يعني الباب للتجاره الدوليه تحت رايات المغرب غيكون عنده واحد العامل ايجابي على المغرب. شنو هي دابا السيناريوهات المحتمله؟ كاين 3 سيناريوهات متوقعه وغادي يرتبوها من الاكثر احتمال الى الاقل احتمال. السيناريو ولا السيناريو الف، تجديد المهمه مع دعم لخطات الحكم الذاتي. هذا هو المرجح اللي كاين، يعني مجلس الامن غادي يقرر تجديد المهمه ديال المينورسو لسنه او لا 60 يوم، مع ادراج اشاره ان الحل السياسي الوحيد والقائم هو الحكم الذاتي تحت السياده المغربي، وهذا هو الخيار المعقول، انه الخيار المفضل. يقدروا يمشيو يعني نصف سنه او لا سنه او لا 60 يوم على بعد تقدير سنه، وهذا هو السيناريو المدعوم بتنامي تحالف دولي كبير، خصوصا الدول الكبرى. موقف يعني امريكا، المملكه المتحده، فرنسا تيزيد من احتمال التوافق ديال الاعضاء عليه. وايضا يتم تضمين دعوه الى المفاوضات تحت رعايه الامم المتحده، لكن دون الزام قوي. النتيجه يبقى الوضع على ما هو عليه، يعني مع دفعه دبلوماسيه لصالح المغرب. هذا هو اللي يقدر يكون. ثم كاين السيناريو باء اللي هو اقل احتمال، هو تجديد بشروط وتراجع جزئي. مجلس الامن ممكن يجدد مهمه ديالها مثل 3 شهور 6 شهور ديال المينورسو، وغادي يضعفها مع مطالبات باصلاحات جوهريه في المينورسو، ادراج يزيدوا لها شويه المهام، مراقبه حقوق الانسان ولا غيرها من البنود اللي تيطالب بادراج ديالها الاداره الجزائريه والبوليزاريو. هذا قلنا احتمال ضعيف. وطبيعة الحال هذا تشهد الصياغة اعتراضات وامتناع الدول على التصويت، الشيء اللي غادي يأشر على تراجع الإجماع، وهذا السيناريو كما قلنا ما غاديش يمكن. وفي حالة إذا كان السيناريو تعكس التوازن ما بين دعم المغرب وتوازنات ديال القوى الكبرى، خصوصا روسيا اللي مشات تمالت للجانب الجزائري، وهذا كما قلنا بعيد. كاين أقل الاحتمال وهو ولكن تبقى قائم، هو فشل مجلس الامن في التوافق على قرار وتاجيل الموافقه، وادراج ربما واحد البند جوهري تدفع المغرب او البوليزاريو الى الرفض ديالو، وهذا غيؤدي الى فتور وتجميد العمليه السياسيه وربما تصعيد ميداني مزيان المغرب، لانه غادي يسيطر بالعسكر. بطبيعة الحال هذا السيناريو هو الأقل احتمال استناد للمعطيات اللي كاينة بعيد بزاف. التوقعات ديالي أنا حسب يعني القراءة اللي كاينة هو ترجح السيناريو الأول هو الأكثر احتمال، مع نسبيا وضعيف احتمال باء. يعني ومن المهم يعني أن نتابعوا شنو كاين
والمراقبة. ولكن يعني اللي بالنسبة للمغرب هو أن الأرض عنده تنقولها دائما غدا واحد نقدر نقولو يوم في مفترق الطرق، مفترق في مهمات من رسوم ملف الصحراء الغربية. ماشي بمعنى أن الحل النهائي يكون حاضر فورا، ولكن يشكل نقطة انطلاق ولا علامة تحول في المسار. اعتماد مجلس الأمن على تجديد مدعوم الحك بخطة الحكم الذاتي المغربية، هذا يعزز موقف المغرب ويقلل من احتمال العودة إلى خيار الاستفتاء ولا غادي يحيد نيشان. أصلا المغرب رافضو، وطبيعة الحال صياغة القرار حنا نشوفوها شنو كاينة. هذه واحد القراءة بسيطة. تحية لكم جميعا، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.